كما ذكرنا سابقا أن طريقة العرض التصميمي Design View تستخدم للمزيد من التحكم في بناء الجداول. فعلى سبيل المثال عند استخدام معالج الجداول Table Wizard لإنشاء الجداول، فإنه لم يمكننا تحديد نوع البيانات للحقول أثناء إنشاء الجدول. أما طريقة العرض التصميمي فتستخدم لإجراء التعديلات التي نريدها على الجدول بغض النظر عن الطريقة التي استخدمناها لإنشاء هذا الجدول، حيث يمكننا تعيين أسماء وأنواع البيانات وخواص جميع الحقول. وسوف نتعرف في هذا الجزء على إنشاء الجداول باستخدام طريقة العرض التصميمي Design View. فنختار Tables من شريط الأدوات Objects على يسار واجهة البرنامج، ثم نضغط المؤشر ضغطا مزدوجا على Create Table in Design View من هذا الجزء على يمين واجهة البرنامج، أو نضغط على مفتاح New من هذا الشريط فيظهر المربع الحواري New Table. فنختار Design View من هذه القائمة ونضغط OK، فتظهر نافذة العرض التصميمي كما نرى. ونرى أن هذه النافذة تنقسم إلى جزئين. في الجزء العلوي يتم تحديد أسماء الحقول ونوع البيانات المستخدمة مع هذه الحقول، ويتكون هذا الجزء كما نرى من 3 أعمدة: Field Name و Data Type و Description. أما الجزء Field Properties فيستخدم للتحكم في خواص الحقول. وفي الجزء العلوي نرى العمود Field Name، ويستخدم هذا العمود لإضافة أسماء الحقول. أما العمود Data Type فيستخدم لتحديد نوع البيانات المستخدم مع كل حقل. فبالضغط في أي خلية داخل هذا العمود نلاحظ ظهور هذا السهم في الخلية، وبالضغط على هذا المفتاح تظهر قائمة بأنواع البيانات Data Types المتوفرة داخل البرنامج. ويمكننا تعيين أي من أنواع البيانات الموجودة بهذه القائمة لأي حقل من الحقول. وسوف نتعرف على أنواع البيانات في الأجزاء القادمة. والعمود Description يستخدم لإدخال وصف لهذا الحقل. ويجب ملاحظة أن عملية إدخال وصف الحقل هي عملية اختيارية، أي أنه ليس من الضروري إضافة وصف لكل حقل، ويتم إضافة وصف الحقل لتوضيح وظيفة هذا الحقل. والآن سنقوم بإدخال البيانات التي نريدها. سندخل اسم الحقل في العمود الأول، وليكن مثلا كود العميل. ويمكننا كتابة اسم للحقل يصل إلى 64 حرف، كما يمكن أن يتضمن اسم الحقل على مسافات خالية كما نرى في الوصف الموجود في الجزء الأيمن السفلي من هذه النافذة. والآن نضغط على مفتاح Enter من لوحة المفاتيح، فيظهر الاختيار Text في العمود Data Type. وبما أننا نريد إدخال رقم داخل هذا العمود نفتح هذه القائمة ونختار Number، ثم نضغط على مفتاح Tab من لوحة المفاتيح مرتين للعودة إلى العمود الأول مرة أخرى، ثم نكتب First Name لإدخال حقل خاص باسم العميل. وباستخدام مفاتيح الأسهم من لوحة المفاتيح نقوم بنقل المؤشر إلى الصف التالي، ثم نكتب Last Name، وننقل المؤشر إلى الصف الذي يليه، ونكتب Phone لتكوين حقل خاص برقم التليفون، ثم ننقل المؤشر إلى الصف التالي ونكتب Comments لتكوين حقل خاص بالملاحظات، ثم ننقل المؤشر إلى الصف الذي يليه ونكتب الكلمة Photo لتكوين حقل خاص بصورة العميل، ثم ننقل المؤشر إلى الصف التالي ونكتب Date لتكوين حقل خاص بتاريخ التعامل، ثم نبدأ في اختيار نوع البيانات المناسب لكل حقل. ونلاحظ أن البرنامج يقوم بتحديد نوع البيانات Text تلقائيا، فنختار البيانات Text بالنسبة للحقول الخاصة باسم العميل الأول واسمه الأخير. وفي الحقل Phone نختار Text أيضا ولا نختار Number، حيث أننا لم نقوم بإجراء أي عمليات حسابية في هذا الحقل. وفي الحقل الخاص بالملاحظات نختار Memo. وبالنسبة لصورة العميل فوتو نختار OLE Object. وفي الحقل الخاص بتاريخ التعامل نختار Date and Time. ويجب ملاحظة أن نوع البيانات الذي يتم اختياره للحقل يحدد خواص الحقل والتي سيتم عرضها في لوحة المتغيرات General الموجودة بالجزء Field Properties.
فبالانتقال إلى أي حقل آخر له نوع بيانات مختلف نلاحظ تغير الخواص التي يتم عرضها داخل لوحة المتغيرات General، ويمكننا تعديل أي من هذه الخواص للحقل. وفي الأجزاء القادمة سوف نتعرف على جميع هذه الخواص وكيفية تعديلها. وبعد إضافة أسماء جميع الحقول وتحديد نوع البيانات الخاص بكل حقل، لابد من تحديد المفتاح الأساسي Primary Key للجدول، وهو من العمليات الهامة جدا أثناء تصميم الجدول. فنختار الصف الذي نريد تحديده كمفتاح أساسي، ثم نضغط على مفتاح Primary Key من شريط الأدوات Database، فيظهر الرمز الخاص بالمفتاح الأساسي للجدول على يسار الصف المختار. والآن نقوم بحفظ الجدول بالضغط على Save من شريط الأدوات، ثم ندخل الاسم الذي نريده للجدول وليكن Agent Data، ونضغط OK. فنلاحظ ظهور اسم الجدول في شريط العنوان Title Bar. والآن بعد إنشاء الجدول نريد إدخال البيانات إلى هذا الجدول، ولعمل ذلك نفتح القائمة View ونختار Datasheet View، فيظهر الجدول الذي قمنا بإنشائه داخل طريقة العرض Datasheet View التي تستخدم لرؤية وإدخال البيانات داخل الجداول. فنقوم بإدخال البيانات التي نريدها داخل الجدول، فندخل كود العميل في الحقل كود، ثم نضغط على مفتاح تاب من لوحة المفاتيح، فيتم الانتقال إلى الحقل التالي وهو First Name، فندخل الاسم الأول للعميل، ثم نضغط على مفتاح تاب وندخل الاسم الأخير للعميل، وهكذا حتى ننتهي من إدخال بيانات العميل الأول. ويمكننا إدخال عدة سجلات بنفس الطريقة. ولحفظ البيانات التي تم إدخالها داخل الجدول نضغط على Save من الشريط Table Datasheet، ولإغلاق الجدول والعودة إلى النافذة Database نضغط على مفتاح Close Window، فنلاحظ ظهور الجدول Agent Data الذي قمنا بإنشائه في هذا الجزء.